لو لسه جاي دهب وتايه ومش عارف تاكل ايه، فالفيديو ده عشانك. هقولك هناكل فين وصرفنا كام، وهقولك اجمد الاماكن اللي ممكن تاكل فيها ولازم تجربها في دهب. تاكل ايه في دهب؟ بالنسبه للفطار انا في مطاعم كتير هنا للفطار، ولكن اعتمدت مطعم واحد وهو مطعم يم. انا بحب بيت اكله قوي، بطلب من عنده سندوتشات. الطلبات عنده حلوه ولكن انا ما جربتهاش يعني، بس حاسسها تبقى كتيره وانا هشبع بسرعه وباقي الاكل ده هيترمي. فانا كنت بطلب سندوتشات لان كنت باكل لوحدي مثلا في الفطار، وسعر السندوتش الواحد 15 جنيه، وطعمه بجد كان جامد قوي يعني، ومش غالي. ازيد من مدينتي انا، المدينه مش سياحيه، 3 جنيه بس. غدا او العشاء ممكن تجربوا مطعم المصري. طبعا انت على ما بتصحى وبتلف وتجوع وتاكل ممكن تاكل وجبتين بس في اليوم، مش بتقدر تكمل اكتر من كده. ممكن تجربوا مطعم اسمه المصري ده، جربت من عنده الشاورما تحفه جدا. عندي صحابي اتعرفت عليهم الميكس جريل، وجربوا حاجات تانية، مبسوطين جدا بالاكل وطلعوا يعني بيشكروا جدا فيه. فانتوا ممكن تجربوا اللي بتحبوه من عنده. ده بالنسبه للغدا او العشاء. مطعم بقى انا جربته وده اكتر واحد معلم في دماغي بجد، هو مطعم كينج تشيكن. جربت من عنده سندوتش السوبريم، هو فرايد تشيكن سندوتش كده، بس بجد خيال، كل حاجه فيه جامده. وجبت من عنده برضو كول سلو. جرب من عنده الفراخ المشويه، بيعمل فراخ مشويه جامده جدا، فممكن تجربوا برضو من عند ده لو حبيتوا فرايد تشيكن او مشويات. وعنده حاجات تانية وبينزل مع الاكل حاجات كتيره جدا، فحاولوا ان انتوا تبقوا لو حبيتوا الموضوع ده تجربوه من هنا او من مطعم المصري اللي هو كينج تشيكن او المصري. جربوا لو انتوا قاعدين اكتر من يوم، حاولوا تجربوا كل يوم حاجه، ما تحبوش حاجه واحده فتجربوا حاجه واحده طول الرحله بتاعتكم. لو انتوا بتحبوا البيتزا بقى ممكن تجربوا مطعم اسمه تانجو، ده في الممشى قصاد كلمه دهب على طول. انا ما جربتوش لاني مش باكل البيتزا لان عليها جبنه، انا مش باكل الجبنه. في مطعم تاني بتاع فطير وفطاطري اسمه 1 أليكس او 1 اكس تقريبا، ده تحت الكامب بتاعي، بس انا برضو ما جربتوش، ما كانش عندي فرصه، كان عندي اولويات لحاجه تانية. وبالنسبه برضو في مطعم ام محمود ده انا رحت جربته، طلبت من عنده مشكل لحوم كان ب 350 جنيه، مع الحاجه الساعه كان 380 جنيه. بينزل لك قطعتين طرب، بينزل لك 3 صوابع كفته، 3 أو 4 قطع فراخ شيش بس. فانا رحت هناك وبنزل بقى مع الاكل ده شوربه لسان عصفور وباميه او الخضار بتاع اليوم. انا نزل لي باميه، كان في فاصوليا برضو، الرز والعيش والسلطه وطبق طحينه كده صغير. وهتلاقوا ناس هناك كتير بتاكل من عنده جايين له مخصوص. استنوا كده تحسوا ان الاكل بيتي شويه كده. انا الصراحه الاكل كان حلو ومش وحش، ولكن ما كانش احسن حاجه اكلتها هنا. كنتش جعان اصلا يعني، مع اني كنت جعان قوي، بس لما كان بدا ان الاكل ينزل وكده حسيت ان انا مش جعان، فاكلت قطمتين وما قدرتش، فهو لفولي تيكاوي وخدته معايا. في مطاعم تاني كتير لو انا ما ذكرتهاش انتوا ممكن تبداوا انتوا تجربوها. في مطعم تاني جربته، مطعم اسمه كشري لمتنا، هو كشري وفي فطاطري برضو، ناس شكرت في الفطاير بتاعته. بس انا جربت من عنده الكشري كان طبق الصغير ب50، لحد ما تعلى بقى كل ما بتعلى بيبقى سعر مختلف. انا جربت من عنده الصغير لاني ما كنتش جعان قوي، حلو بصراحه مش وحش، وريحته ريحه الكشري اللي كنا بنهرب من المدرسه وناكله زمان ده. كان بينزل معاه شطه دقه بس كده. فلو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده، ولو اول مره تشوفوني ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه